السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو كده من الفيديوهات اللي انا اقدر اقول ان اخيرا في حاجه محمسه ان احنا نتكلم عنها. في الواقع النهارده انا جاي اكلمك عن موبايل، تقدر تقول ان هو موبايل موجه لفئه معينه اكتر من الناس، لكن في نفس الوقت ممكن عادي تستخدمه، اي حد يستخدم الموبايل ده عادي جدا. ليه بقى انا بتكلم عن الموبايل ده؟ لان الموبايل ده فعلا موبايل من الموبايلات المميزه، والموبايلات اللي نقدر نقول عنها اخيرا جابت لنا حاجه كده من العصر القديم، حاجه نقدر نقول عليها قيمه مقابل سعر اي حاجه، فاهم؟ الكلام ده وحشنا جدا. والنهارده انا جاي اكلمك على واحد من الموبايلات اللي فعلا الديزاين بتاعها مطرقع، واحد من الموبايلات اللي بتقدم كعتاد، فهو موبايل تقدر تقول عنه ان هو موبايل شبه متكامل لفئة كبيرة جدا من الناس. وبرضه ما نقدرش ننسى السعر، لان الموبايل ده سعره في حدود 250 دولار، يعني بالمصري كده في حدود 10000 جنيه. الموبايل ما يزيدش عن كده، وسعر الموبايل ده موجود كمان في السعودية رسمي ب 1000 ريال. فتقدر تقول ان الموبايل فعليا سعره في حدود ال 10000 جنيه مصري. ومقابل 10000 جنيه مصري تعال اقول لك الموبايل ده هيقدم لك ايه. زي ما قلت لك، الموبايل ده الديزاين بتاعه والتصميم بتاعه عاجبني جدا. فموبايل الديزاين بتاعه شيك جدا، الظهر جاي فيه نقوشات كده وحاجات جامده جدا، تحس ان هو بيقلدوا شويه الناثينج فون، لكن برضو جاب كده بطابع مختلف. الموبايل ده برضو الظهر بتاعه بيجي فيه بعض الاشرطه كده اللي بتعمل اضاءه كويسه جدا، وتعرف تعمل لها كاستمايز من الاعدادات عادي جدا. وزن الموبايل ده هو 187 جرام، وسمك الموبايل هو 8.1 ملم. وكمان بيقال ان الموبايل ده مقاوم لرشات المياه والاتربه بمعماريه IP53، اللي هي حاجه ممكن تقول ان الموبايل ده مش مقاوم لحاجه، عادي، هي حاجه ايه تسويقيه نوعا ما. واللي عاجبني جدا ولفت انتباهي في الموبايل ده هو الظهر بتاع الموبايل، وعاجبني جدا حته ال LED الموجوده في ظهر الموبايل. لكن شاشه الموبايل لا تقل ابهارا تماما عن التصميم والحاجات دي، لان الشاشه دي فعلا شاشه متكامله. الموبايل هنا بيجي بشاشه اموليد بمقاس 6.67 بوصه، وجايب ريفريش ريت 120 هرتز. طبعا تقدر تقول ان الشاشه دي 1 بت كولر، تقدر تقول ان الشاشه دي جايب سطوع بيوصل ل 900 نتس، تقدر تقول ان تصميم الشاشه وحوافها كويسه جدا. لكن المهم بالنسبه لي ان الشاشه دي شاشه حجمها كبير، فول اتش دي بلس واموليد، وجايب ريفريش ريت 120 هرتز. وبالكلام عن الشاشه والتصميم والحاجات دي، في نقطه طبعا ما نقدرش ان احنا نعمل لها سكيب، وهي ان الموبايل ده بيجي بستيريو سبيكر، الموبايل ده السماعتين بيشتغلوا مع بعض، صوت الموبايل ده هيقدم لك تجربه صوتيه ممتازه جدا. زي ما قلت لك من شويه، الموبايل ده فعلا تقدر تقول ان هو موبايل شبه متكامل لاغلب الناس. وحاجه كمان ما نقدرش نعمل لها سكيب، هو ان الموبايل هنا البصمه بتاعته موجوده تحت الشاشه، ودي حاجه برضو تعتبر ميزه بسعر الموبايل ده. وخلينا بقى نخش في الاداء والعتاد الفعلي للموبايل. الموبايل ده بيجي بمعالج من شركه ميديا تك الداينستي 8050. في الحقيقه هو معالج 6 نانومتر، والذاكره الداخليه والرامات بتيجي هنا 8 جيجا رام 256 ذاكره داخليه، لكن من نوع يو اف اس 3.1 السريع جدا. ودي برضو حاجه ممتازه جدا على فكره سعر الموبايل ده، انك تشوف ذاكره داخليه ومعالج ورامات وكل الكلام ده بالسرعه دي في الفئه السعريه دي، تعتبر بقت حاجه نقدر نقول انها حاجه نادره. الموبايل ده بيخرج من العلبه بواجهه الاكس او اس 13، وبيخرج باندرويد 13 من العلبه، كل حاجه هنا متحدثه ومعمول لها ابديت والدنيا تمام جدا. واجهه انفينكس مش من الواجهات اللي هي قويه قوي، الا انها برضو من اخف الواجهات اللي ممكن تستخدمها. فمن الاخر المعالج ده قوي جدا، هيقدم لك تجربه رائعه جدا وممتازه جدا، وفيها كل حاجه انت محتاجها. الموبايل ده حرفيا لو هتفكر الالعاب، هو طبعا موجه للالعاب، فدي نقطه مفيش جدال فيها ان الموبايل ده هيقدم لك تجربه رائعه جدا. وبرضو الموبايل ده انا لسه ما قدرتش اجربه، لكن فعليا ناس كتير برضو هتسال عن موضوع لعبه ببجي ده، فعشان كده انا بتكلم عنه. الموبايل ده بيدعم 60 فريم عادي جدا بسهوله جدا على اغلب الاعدادات. وفي برضو شفت فيديوز لناس مش عارف دي برضو ايه الموضوع بالنسبه لها، لكن انا شفت ان الموبايل ده في ناس بتقول ان هو بيدعم 90 فريم، لكن حاجه حاسس انها مش رسميه قوي. فتقدر تقول ان الموبايل ده اغلب الالعاب هيشغلها لك 60 فريم كاملين بدون اي لاج بدون اي تقطيع، والدنيا هنا هتكون تمام جدا. وكمان انفينكس ما قدرتش انها تنساك هنا في الكاميرات، والسيت اب اللي موجود على الموبايل ده هو فعلا محترم. الكاميرا الاساسيه في الموبايل ده هي 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وعندك هنا تاني كاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو، وعندك الكاميرا الثالثه هنا 2 ميجا بكسل للعزل. وايوه الموبايل ده ما فيهوش كاميرا الترا وايد، اكيد كل اللي عدى ده مفيش اي تضحيات فيه والدنيا تمام، لكن اكيد الدنيا مش هتبقى تمام لاخر نقطه. اكيد لازم في حاجه فيها تضحيه، وفي حاجات لازم هتحس ان في برضو مش افضل حاجه. لكن الكاميرات دي بتقدر تصور لك فيديو 4K لحد 30 فريم، لكن عندك هنا الكاميرا السيلفي بتكون 32 ميجا بكسل، وبتقدر تصور لك فيديو لحد 1440.
واخيرا طبعا البطاريات وسرعه الشحن. عندك هنا الموبايل ده بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 45 واط، والشحن ال 45 واط بيجي مع الموبايل في العلبه. ماشي يا بقيه الشركات، ال 45 واط بيجي مع الموبايل في العلبه. بمناسبه العلبه وبمناسبه الشاحن والكلام ده، اقدر اقول لك ان الموبايل ده بيجي معاه الشاحن ال 45 واط في العلبه زي ما قلت لك من شويه. الموبايل ده بيجي معاه جراب معاه في العلبه، يعني بيجي معاه جراب في العلبه. الموبايل ده كمان بيجي معاه سماعه في العلبه، يعني تقدر تقول ان هو بيجي معاه سماعه في العلبه. الموبايل ده كمان يعني مش عايز اقول لك ان هو بيجي معاه سكرين بروتكتور في العلبه، يعني ده غير ديزاين البوكس بقى والحركات والحوارات دي. ماشي. فيعني في شركات كده ممكن يديك الموبايل ويقول لك روح تمام كده على قد كده، على قد فلوسك. فبس زي ما قلت لك الموبايل ده فعلا موبايل يعني عاجبني شخصيا. الموبايل ده بيقدم حاجات كده وعتاد لذيذ جدا. برضو سعر الموبايل زي ما قلت $250. سعر الموبايل ده موجود حاليا ب1000 ريال، ده سعر رسمي. ولسه الموبايل ده ما شفناهوش عندنا هنا في مصر، لكن نتمنى ان هو ينزل قريب. واي حد بيفكر يشتري الموبايل ده فانا شايف ان هو سعره كويس جدا على الفئة السعرية والحاجات اللي هو بيقدمها. وبس دي كل حاجة في النهارده. مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. الى الفيديو جاي ان شاء الله. سلام.